يا صباح الفل. ماذا لو قلتلك اني عارفة كل حاجة عنك وعارفة ان انتي شقيانة طول اليوم في البيت ومش عارفة حتى تمسكي معلقة تاكلي بيها، حتى معلقة عسل لنفسك كده، ولا تظبطي شعرك، ولا تلبسي حاجة حلوة. انا عارفة، صدقيني انا عارفة ان انتي تعبانة وزهقانة وقرفانة من شغل البيت اللي كل يوم، لدرجة ان انتي ممكن تكوني بتفتحي فيديو اللي انتي بتشوفيه دلوقتي بتاعي علشان انتي وراكي كوم مواعين جوه ومش قادرة تقومي تنضفي. انتي خلاص تعبتي، حاسة ان مش هينفع، انا مش قادرة اكمل. كل ده طبعا بيحصل. فانا النهارده جايه اقولك، واحنا بنعمل كده تزيين لشهر نوفمبر، انا معرفتش اعمله معاكم الفيديو اللي فات لاني كنت منزله يعني صور PDF تقدري تاخدوها من على الجروب بتاع القناه، اسمه نادي التقاء الامهات، فياريت تشوفوه، هتلاقوا اللينك بتاعه اول ما تدوسوا على عنوان الفيديو اللينك هيطلع لكم على طول. طيب انا تعبانه ومش قادره اكمل في ترتيبات البيت، وحاسه ان انا تايهه ومش عارفه انظم نفسي، والدنيا كركبه حواليا، وكل ده صدقيني هي بتبقى مرحله مؤقته، بتبقى مرحله مؤقته زيها زي غيرها. اي نعم بتبقى صعبه، اي نعم بتبقى فيها وجع كتير، اي نعم بيبقى فيها لخبطه كتير، وبيضيع عليكي فرص كتير حلوه لنفسك ولغيرك. ده كلنا بنمر بيه، كل الناس الناجحة بتمر بيه، كل الأمهات العاملة الناجحة اللي وصلت لدرجة الوزير ورئيس وزراء بتمر بيه. متفتكريش ان انت لوحدك، بالعكس احنا كلنا كده. طيب هو انا بعمل الفيديو عشان اقولك ان احنا كلنا كده؟ نواي. انا بعمل الفيديو النهاردة عشان اديكي افكار واقولك ازاي تبدأي تنضفي الكركبة اللي حواليكي، ومن ضمنها واهمها الكركبة اللي جوه مخك. طيب انا عندي كركبة جوه مخي، انا مخي متكركب، اعمل ايه؟ حضرتك دلوقتي وانت بتسمعي الفيديو هتحطيه جنبك وتقومي تجيبي ورقة وقلم. انا عايزة ورقة، عشان الورقة دي بعد ما هتخلصي اللي اقولك عليها هتقطعيها وتحرقيها وترميها في باسكت الكمامة. الورقة دي اقعدي كده اكتبي فيها انا متضايقة من ايه. اول كلمة انا متضايقة من كذا وكذا وكذا، اكتبي 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 كل حاجة. اكتبي انا متضايقه ومن اقل حاجه، حتى لو متضايقه انك مش قادره تقومي تجيبي كوبايه ميه لنفسك. لو انت متضايقه انك مش عارفه تردي على مامتك اللي بتتصل بيكي عشان تسلم عليكي او تطمن عليكي وانت مش قادره تردي، اكتبي انت متضايقه من العفاره اللي على الشباك بتاع المطبخ بقالها 3 ايام مش عارفه تشيليها. يا ستي اكتبي، اكتبي كل حاجه، كل حاجه حرفيا انت حاسه ان انت مش عارفه تعملي غيرها، حاسه ان انا مش قادره، يعني انا مش قادره ومش عارفه اعمل كذا وكذا وكذا. اكتبي كل ده، اكتبي. صدقيني كل ده هيخليكي تفضي كل الكركبه اللي في دماغك، وهيبان كل اللي في دماغك ده هيبدا يبان واحده واحده. انتي عاوزه ايه، وانتي هتبداي بايه، وانتي هتعملي ايه دلوقتي. ما تقلقيش، الورقه دي محدش هيشوفها غيرك انتي. بعد ما هتكتبي كل اللي مضايقك وكل اللي مزعلك، ولو عايزه تشتمي يا ست اشتمي، لو عايزه تتكلمي على حد اتكلمي في الورقه. طلعي كل اللي في دماغك وامسكي الورقه، خشي على البوتاجاز، اوعي تولعي بس في البوتاجاز، ولعي الورقه وحطيها في اي حاجه ستانلس او حله او ايا يكن لحد ما تخلص الحريقه بتاعتها وتتحرق كلها، وبعدين ارميها في القمامه. وقتها تعرفي ان انتي فعلا دماغك هتفضى، والله عن تجربه، فعلا دماغك هتفضى، فعلا مش هتلاقي حاجه تعكن عليكي تكتبيها او تعكن عليكي في اليوم، ان تعرفي تبدأي بقى يومك وتشتغلي على كده. وتعالي اقولك بقى بعد ما نعمل الخطوات دي هنعمل ايه. شفت الورقة اللي انتي لسه حرقاها؟ هاتي بقى، قومي هاتيلك واحدة تانية تكون حلوة وشكلها حلو، ارسمي فيها رسمة حلوة وابدأي اكتبي فيها كل الحاجة اللي انتي عايزة تعمليها وناقصة في بيتك. مش بقولك الحاجة اليومية، او مش بقولك التودو ليست، لا، انا بقولك اكتبي كل حاجة انتي نفسك تعمليها في بيتك. نفسك تشتري سجادة تغسليها، نفسك تكنسي تحت الكنبة، نفسك تنزلي تخرجي، نفسك تشتري حاجة، نفسك تقومي تغسلي مواعين، كل الحاجات دي ده بالفعل اللي هتعمليه، وده اللي انت هتقومي دلوقتي تكتبيه في الورقه دي بحته سولوتيب صغيره او عندك مغناطيس اي حاجه، والزقيها على التلاجة. تمام، محدش هيبص على التلاجة غيرك على فكره، محدش هيبقى عارف انت بتحطي ايه غير اللي مهتم بتنظيفات البيت زيك في البيت.
طبعا وانتي يا ست الكل بعد ما تعملي الخطوة دي هتلاقي دماغك راقت روقان مش طبيعي، وفعلا عرفتي تعملي وهتبدأي تعملي وتشتغلي على كل ده مسافة اقل من اسبوع، وهتلاقي نفسك فعلا قدرتي تعملي كل ده، وقدرتي تنجزي حاجات كتيرة جدا منها، وتحسي وقتها بالانجاز. بس ده لا يغنيكي عن التودو ليست اليومية اللي لازم تكون موجودة معاكي. هتاخدي من الورقة دي طبعا وتكتبي في التودو ليست. على فكرة الورقة والقلم مش حاجة عادية، ومش حاجة تافهة، ومش حاجة هتضيعلك وقتك، عشان في امهات كتيرة فاكرة كده. ولكن بالعكس، لو انت تايهة وانت مش عارفة تبدأي منين بالظبط، اكتبي 3 مهام بس تعمليهم، والتلات مهام دول اعملهم تايمر على التليفون 15 دقيقة. ان يكن انا عايزة اعمل المطبخ هعمل 15 دقيقة، عايزة اعمل غرفتي هعمل 15 دقيقة، هعمل الصالة 15 دقيقة، واظبطي كل 15 دقيقة، يعني بالظبط في التوتال 45 دقيقة تنظيف. 45 دقيقة عايز تاخديهم على بعض، عايز تاخديهم 15 براحتك، على حسب يومك وعلى حسب مقدرتك. اتفقنا؟ اتفقنا. طبعا الخطوة دي هتحسسك بإنجاز كبير جدا. كل يوم اعملي لنفسك تايمر من 3 حاجات، ابدأي ب3 حاجات، وعايزة تزودي طبعا معاكي زودي زي ما انت حابة، عايزة تقللي برضو معاكي، شوفي اللي انت حباه واعمليه. صدقيني الخطوة دي هتخلي دماغك مترتبة جدا جدا، وهتخليكي عارفة كمان هتعملي ايه. بعد كده ارجعي الفيديو انا كنت عاملاه، وهو يعني مش فيديو قوي، هو كان لايف كنت عاملاه معاكم اول امبارح يوم الاثنين، وكنت كلمتكم فيه من اول الفيديو لاخر الفيديو او اخر اللايف عن جدول لتنظيف البيت. انا كنت عامله لكم جدول ومتشرحه لكم الجدول هيبقى ماشي ازاي عن تنظيفات البيت من يوم السبت ليوم الجمعه، وقلت لكم على تفاصيل كتيره جدا حلوه، فشوفوه هينفعكم جدا، لحد ما ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني مفصل، وهنعمل جدول تاني او باشكال تانية وبمهام جديدة كل يوم، وكل واحد فيكم وكل واحدة فيكم تاخد اللي ينفعها واللي يناسبها. وده افضل حاجة تقدري تعمليها لبيتك. افضل للكركبة هي ان انت تعملي جدول تنظيف اسبوعي، وتنظيف الاسبوعي ده هياخدنا للشهري والموسمي، وده كله اللي هتعرفوه ان شاء الله خلال الفيديو اللي بعد كده. لو انتوا حابين تشوفوه بسرعة جدا اكتبولي في الكومنتات، اعمله لكم بسرعة وانزله لكم عشان تعرفوا ترتبوا ازاي من خلال الفترة الجاية. فيديو اليوم النهارده كان سريعا عن ازاي نفض الكركبه اللي موجوده في دماغنا. لو انت ست بيت شقيانه وتعبانه في تنظيفات البيت طول اليوم، وبتلفي حوالين نفسك ومش لاقيه وقت لنفسك ولا وقت لتنظيف البيت، انا عرفتك على تفاصيل كتيره جدا تقدري تعمليها بنفسك، وحقيقي التفاصيل كلها ممتازه وهتنفعك كتير قوي. هي حاجات صغيره ولكن هتفرق جدا معاكي، انك تكتبي ورقه وتحرقيها وتدرسي. باي باي.